سابق في تقديم فروض الولاء والطاعة للسلطة. مجلس إدارة النادي الأهلي حسن حمدي عاقب أحمد عبد الظاهر عقوبة ما كان ينتظرها السلطة، السلطة نفسها لم تنتظرها. هو صراع داخل القصر، من أقرب إلى السلطة. واضح أن حسن حمدي هو الأقرب إلى السلطة، وهو كان قريبا أيضا من سلطة حسني مبارك، وكان قريبا من سلطة طنطاوي. المسألة كما قلت، ولكن ليست محسوبية، هي المسألة من يرضخ أكثر، من ينبطح أكثر. فمجلس إدارة حسن حمدي يعرف هذه الأمور أكثر جدا من طاهر أبو زيد. طيب. حديث العهد بالأمر. هل للأمر علاقة قرار رئيس الوزراء ب 25 يناير دكتور، أم تستبعد هذا؟ يعني يحاول إطفاء أي حرائق قبل 25 من يناير تخوفا من هذا الأمر، أم أن هناك مبالغة في الربط بين هذا وذاك يعني؟ لا يوجد أي ارتباط على الإطلاق، والدليل أن الخطر في النادي الأهلي أو من جمهور النادي الأهلي لا يأتي إلا من رابطة الألتراس كما تعلم ويعلم الجميع. ورابطة الألتراس التي شاركت في ثورة 25 يناير غابت تماما عن المشهد في الشهور الأخيرة. لم نجد لرابطة الألتراس أي تواجد في أي مشهد في الشهور الأخيرة، وهو أمر غريب، أمر الحقيقة مثير للدهشة. ولذلك فليس هناك خطر من رابطة غابت عن المشهد تماما. من يعمل حسابها هو غائبة عن المشهد في مواقف أكثر أهمية وأكثر خطورة من هذا الأمر.